السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الرابع إن شاء الله سنتطرق على السياق التاريخي اللي تفرضت فيه الحماية الفرنسية الإسبانية على المغرب ومحاولات لاسترجاع سبتة ومليليا. على بركة الله. دابا الدول الأوروبية بدات كتكالب على المغرب، كلشي باغي يدخل المغرب يحتلو. فرنسا كانت مطورة بزاف. شنو دارت اتفاقيات باش تحيد الدول الاوروبيه الاخرى اللي كانت عندها اطماع في المغرب، وتبقى غير هي واسبانيا في المغرب يتفاهموا ما بيناتهم. داك الساعه يقسموا كما بغاو. اش دارت فرنسا؟ في 1902 وقعت فرنسا اتفاقيه مع ايطاليا بموجبها تنازلت فرنسا لايطاليا على ليبيا مقابل تنازل ايطاليا على الاطماع ديالها لصالح فرنسا في المغرب. في 1904 وقعت فرنسا اتفاقية سرية مع بريطانيا باش ما تعلمش بها ألمانيا، بموجبها تنازلت فرنسا لبريطانيا على مصر مقابل تنازل بريطاني لفرنسا على حق الأطماع ديالها في المغرب. تعترف بريطانيا اعترفت لفرنسا بالحق ديالها باش تدخل المغرب تحتلو. في 1905 وصل خبر الاتفاق إلى ألمانيا، فجاء الإمبراطور غيوم الألماني إلى طنجة وصرح بأن المغرب دولة مستقلة. فهمتي؟ ماشي حبا فينا، حتى هو باغي الأطماع ديالو ألمانيا في المغرب. علاش هادشي؟ لكي يحصل على نصيبه من كعكة المغرب عبر اتفاقيات ومصالح متساوية تجارية مع المغرب. قال لهم الدول الأوروبية حنا كاملين خاصنا نديروا اتفاقيات ومصالح متساوية وتجارية مع المغرب، ماشي حبا فيه، حتى هو باغي لابار ديالو الحصة. في 1906 كان مؤتمر الجزيرة الخضراء باش تسوية الوضع في المغرب واقتسام ترابه. ما بين 1907 و 1911 بدأت فرنسا بقصف المغرب والتوغل فيه. في 1911 ألمانيا طلع على الغاز، تعصبات، أرسلت ألمانيا بارجة بحرية إلى أكادير وهددت باحتلال المغرب انطلاقا من أكادير. دارت فرنسا عاوتاني مطاورة؟ قامت فرنسا بطرح تسوية على ألمانيا بمنحها جزءا من الكونغو مقابل تنازل ألمانيا عن أطماعها بالمغرب. وفي 1912 فرضت الحماية الفرنسية الإسبانية على المغرب وتقسيم المغرب ما بيناتهم، الشمال والجنوب من نصيب إسبانيا والوسط من نصيب فرنسا. ايوا هادشي اللي عطا الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حين كطيح البقرة كيكثر الجناوة. تكالب الدول الأوروبية حقوق الإنسان، كتسمع حقوق الإنسان أوروبا وحقوق الإنسان حقوق الإنسان. الدكاكة اللي دوزوا على المغاربة دائما من المنظر البانورامي بأعلى قمة بغابة أمسا مقابل مع قرية أزلة وبحر أزلة. ندوزو لمحاولة لاسترجاع مدينة سبتة، المحاولات اللي كانوا الناس محاولة استرجاع سبتة ومليليا. الناس اللي تيقول لك المغرب ملي سلم هو ما عاودش دار حتى شي محاولة، احنا غنشوفوهم. محاولة لاسترجاع سبتة. المولى اسماعيل حارب العثمانيين في الشرق، وشوف السيد كي كان الناس الواعرة ومخلط لك الاوروبيين حتى هما كيحارب العثمانيين في الشرق، والاوروبيين اللي بغاو يدخلوا ليه من اوروبا يجيو يحتلوا المغرب. فاسترجع بعد الثغور هما المدن الساحليه وحاصر مدينه سبته مده 33 سنه ب 25,000 مقاتل، تتبدل كل سنه ب 25,000 مقاتل اخرى. كل عام كيتبدل داك 25 مقاتل كيتحيدوا يجيو واحد اخرين كل عام مده 33 عام، اي ما يعادل 825,000 مقاتل حاصروا مدينه سبته طيله 33 سنه. 33 عام، كل عام 25,000 مقاتل مغربي. الناس اللي كتيقول لك ما حاولش المغرب يسترجع مدينه سبته، توفي المولى اسماعيل في 1727، ومن 1727 إلى غاية 1757 طيرة 30 سنة عرف المغرب أزمة، واحد الفتور وانحدار وضعف.
حكومة العلويين ضعفت. وشنو دار سيدي محمد بن عبد الله؟ شوف الناس الذكيه، شوف الناس الذكيه، واخا ما عندوش قوه سياسيه عسكريه، شنو دار؟ بدا اتفاقيات سلم وصداقه، اتفاقيات تجاريه مع الاوروبيين، واعترف بامريكا، ودار اتفاقيات تجاريه حتى مع اسبانيا اللي عنده معها خلاف. في 1759 خرج سيدي محمد بن عبد الله من مكناس باتجاه تطوان، فامر ببناء برج مارتيل، وفرق المال على عبيد سبته. كانوا واحد 1000 تقريبا ديال العبيد مرابطين بمدينه سبته، وكانوا مره كل سلطان كيدوز من حدا سبته اش كيدير؟ كيطلق واحد القنبوله، قنبوله كيطلقها باش كيفكر اسبانيا، تيقول لا راه غنرجعوا هذيك راه بلادنا، المدينه ديالنا، الارض ديالنا، راه غنسترجعوها مره تيفكرهم. السلطان اللي دوز تيقنبل تما حدا سبته، حنا راجعين. كيف ما قلنا داك 1000 ديال العبيد اللي مرابطين بمدينه سبته بقاو مرابطين بها حتى بعد وفاه المولى اسماعيل. بعد وفاه المولى اسماعيل بقاو مرابطين بها. اذا كما قلنا 33 عام والمولى اسماعيل محاصر مدينه سبته، ومن 1727 ل 1757 30 عام ديال الفتور، وبقاو مرابطين 1000 ديال العبيد بمدينه سبته حاضينها. وامرهم سيدي محمد بن عبد الله بينتقلوا الى مارتيل، ووقف على سبته للتأكد من تحصيناتها ومنعتها واختبار حالها. ماشي اجي وهجم. الناس كيدرسوا، الناس الواعره السلاطين اللي كانوا عندنا كيدرس، ماشي اجي ودرم، كيشوف واش ممكن او غير ممكن يسترجعها. وعلى ذكر بادره سبته ومليليا، واخا كتحاصرهم بران راه كيجيهم هما كيزودوهم من البحر، اسبانيا كتزودها من البحر، وغتقاين انت محاصرها من البار وتقنبل فيها، وهذا كيجيو التعزيزات من البحر. جاء من براه المولى يزيد حاصر، مور هذا الشيء جا المولى يزيد حتى هو حاصر مدينه سبته، وكان يقيم بضريح المولى عبد السلام بن مشيش، ويدعو الله بان يسترجع مدينه سبته من الكفار. في 23 غشت بدا المولى يزيد قنبل سبته. ليلتها ارسلت في 22 غشت ارسلت اسبانيا اسطولا لقنبله طنجه. في 23 غشت قلنا المولى يزيد بدا تيقنبل سبته، في 24 غشت اللي غد ليه قنبلت اسبانيا مدينه طنجه. انت كتقنبل لها سبته وكتقتل لك هي المدنيين في طنجه. يلاه قنبلت طنجه في 24 و 25 غشت. في 26 غشت انسحبت اسبانيا الى كاب سبارتيل. وكما قلنا قبيله، رغم محاوله محاصره مدينه سبته برا وتقنبل فيها، كانت تتزود من البحر. هادشي اللي الصعوبه ديال الاسترجاع بحال هاد الثغور هادي سبته ومليليه. ندوزو لمحاوله استرجاع مليليه. كيف ما قلنا التنافس ما بين اسبانيا والبرتغال على المستعمرات بافريقيا، اسيا وامريكا، بعدك النهضه الاوروبيه والاكتشافات الجغرافيه، داروا داك الاتفاقيه في 1494. شنو سميتها الى عقلتو؟ اتفاقيه طورديسياس بمباركه البابا لتقسيم مناطق النفوذ. اسبانيا حصلت على الشمال والجنوب، والبرتغال على المحيط الاطلنطي باستثناء الصحراء المغربيه جهه طرفاي وسيدي افني اللي كانت خداتها اسبانيا. عندها شنو قلنا؟ حق الملاحه والصيد فقط مقابله السواحل المغربيه. في 1497 كان احتلال مليليا، وبدات اسبانيا الملاحه بمنطقه طرفايا وسيدي افنيك طبقا لاتفاقيه طورديسياس. 1497 احتلال ماذا؟ مليليا. وفي 1415 البرتغال كان احتلت شنو؟ سبته اللي كانت خداتها لها اسبانيا من بعد ما انهزمت البرتغال مع المغرب
في معركة ماذا؟ معركة واد مخازين سنة 1578. تبارك الله عليكم. ندوزو ل 1771. حاصر سيدي محمد عبد الله مدينة مليلية وبدأ بقصفها، فأرسل إليه سلطان إسبانيا يعاتبه ويذكره بالمعاهدة التي وقعها معه ديال السلم والصداقة برا وبحرا. هما شنو كانوا داروا هذه المعاهدة الصبريون؟ كانوا زوروها المهادنة. هذه المعاهدة كانت فيها السلم والصداقة بحرا لا برا. هي في البحر ماشي في البر، اما تدخل عندي البر نتحارب معاك. هما شنو داروا؟ قبطوا داك لا وقشطوها وردوها واو مهادنة سلم وصداقة بحرا وبرا. شوف علاش قادين الصبريون المزورين. وذلك بعد تزوير المعاهدة، وبدلا من المهادنة اللي كانت مكتوبة بحرا لا بحرا لا برا، ضربوا على داك لا قشطوها وردوها بحرا وبرا، زوروها الصبليون. والنسخه ديالنا ما بقاتش في المغرب، النسخه ديال المعاهده، حيت حنا ديما عندنا مشكل ديال الارشيف سبحان الله العظيم. ديما واش بيع فعل فاعل ولا المهم داك المعاهده الكوبي ديالها غبرات، ما بقاتش عندنا حنايا، بقات عند الصبليون. اذا عاتب السلطان الاسباني، عاتب السلطان المغربي، قال له اسي راه عندي معاهده معك بحرا وبرا. قال لي السلطان المغربي لا سيدي عندنا بحرا لا برا. قال لي لا بحرا وبرا. قال لي وصفتها لي نقراها. وصفتها ليه لقاها شنو بحرا وبرا. من بعد ما زوروها الاسبان فتوقف السلطان عن حصاره مدينه مليليه، وامر السلطان الاسباني امره أن يحمل المعدات العسكرية المغربية وأن يرجعها إلى تطوان والعرائش. أخويا أنا مسلمين حنايا نبقى نهزو غادي حنا بالبر، أهزها لي خويا بالسفن ديالك، أنا غنحبس ليك الحصار ديال مدينة مليلية، ولكن غتهز لي المعدات العسكرية ديالي وغاديها لي لتطوان والعرائش. شوف الكاريزما، شوف الشخصية السلاطنة اللي كانوا عندنا. شتي كيداير السلاطنة اللي دازوا في المغرب، هما السلاطنة اللي عندنا اللي تيحكموا راه ماشي تيديروا هذاك الشيء هكاك، الشخصيه عندهم. وبزاف عليهم اوروبيين، بزاف عليهم الاسلام والمسلمين والسلاطنه ديالنا حنا. ودمتم في رعايه الله وحفظه. وان شاء الله في الفيديوهات القادمه سنتطرق الى شخصيات ديال المقاومه في المغرب، في الشمال وفي الريف، في منطقه جباله وفي الريف وفي الاطلس الصغير المتوسط والكبير وفي الصحراء المغربيه. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.